السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا اخويا؟ اهلا يا اخويا. نور والله يا استاذ محمد، نور الدنيا حبيبي. ازيك يا حبيبي؟ طيب انت عامل ايه؟ اتفضل. عامل ايه يا شباب؟ صباح السلام الفل. عليكم. محمد صاحبي، استاذ عربي، زملكاوي متعصب زي انما اهلاوي متعصب وهو زملكاوي متعصب يعني. بس كلنا رحنا رياضيه يعني مش مفيش طبعا، حاجه. طبعا. فاحنا قاعدين كده ندردش مع بعض شويه وقلنا ايه نشارككم معانا. اللحظة يعني. بالظبط كده. تمام. الغندوره ايه قلنا احطها لكم كده عشان نسلم. تروق علينا. الغندوره خالد. ماشي. السلام عليكم. انا معترض جدا على الاسم بالمناسبة، ولكن هي الفكرة لذيذة يعني. هي من النوع اللي بتعجن وهو بيعجن، مفيش مشكلة. دلوقتي انا يعني بما ان انت موجود معايا بقى انا هسألك شويه اسئله عن الزمالك. ماشي. وعايز اخد رايك بقى في الموضوع بجد. مش تمام. تمام. مبدئيا انت شايف ان الزمالك هيرجع؟ يعني في امل ان هو يرجع ولا الزمالك هيفضل ينزل؟ بص، هو لازم الزمالك يرجع. لازم يرجع. الفكرة دلوقتي مش ان هو بقى هيرجع ولا مش هيرجع، الفكرة دلوقتي ان احنا لازم كمسؤولين او حتى كنقاد او كاعلاميين يكون لنا دور مهم جدا وخطة واضحة لكيفية النهوض بنادي الزمالك. تمام. بس انا هقول لك حاجه بقى، في كويس ان انت قلت النقطه دي. اللي داير في الاعلام واللي بيتقال في الاعلام عكس النهوض. يعني انت عشان تنهض المفروض تقول ايه؟ مش المفروض، يعني المفروض تشوف فين الاخطاء وتحدد الاخطاء فين عندك عشان تعرف ايه تصلحها. صح. اللي بيحصل دلوقتي عكس ده تماما. ده حقيقة يقول لك سحر. الخطأ موجود وبحث. كلنا بنحاول نبرر ليه وما عندناش ادنى مشكله في ان احنا نطبل لده بشكل كبير جدا. ودي كارثه. نجاحك يبدا من اعترافك بالخطا. ما هو ده بقى اللي انا بتكلم فيه. اول حاجه واول اجراء لازم يتعمل اصلا قناه الزمالك دي لازم يكون عليها رقيب. والرقيب اللي عليها ده لازم يكون شخص فاهم ومحايد بشكل كبير جدا، لان هم بيهبدوا هبد مش غير شرط يبقى محايد على قد ما هو يبقى منطقي. محترم. منطقي مش وطبيعي اكتر من ومقبول. كده. مش عارف اقول لا، ما ينفعش يجي تقول لي واحد يتكلم يعني كوره وفي 2023 والعالم بقى في تطور بشكل رهيب وفي دنيا دايره حوالينا، ونيجي نقول ده رجب بحة عامل سحر لنادي الزمالك والشناوي كانوا الناس بتنده عليه ومحمد صبحي اصلا ما بيعرفش يصد. يعني ده اولا كده، محمد صبحي ده اصلا مش حارس مرمى. محمد صبحي ده ممكن يبقى ممثل. ايه رايك صح في ماتش الاهلي والزمالك؟ لا، ما هو مش هنتكلم في ده نتيجه منطقيه. يعني ان الاهلي يكسب ده نتيجه منطقيه، ده تتويج لجهد وتعب وعرق وكفاح. وناس تعرضت لانتقادات بشكل كبير جدا. في اول ما مسك محمود الخطيب كان في وضع سيء بشكل كبير جدا من الجمهور ككل، في توجه عام لاسقاط هذا الرجل يعني. ولكن بالفكر والتخطيط والتنظيم والاداره والعمل طبعا قدر الامر يتجه في هذا الاتجاه، وده كان تتويج حقيقي لجهود الاهلي. في كارثه عندنا ان كده احنا بنسوق الكوره في مصر للمحلال بقى، العصر بقى اللي هو ما قبل البطيخ، اي حاجه في اي حته. لازم الزمالك يقوم، ولازم الفرق التانية يكون ليها دور، ولازم الاسماعيلي يرجع، ولازم يبقى في شكل الدوري بشكل مختلف. طب معلش قبل ما نروح للمنطقه الثانيه عشان اخلص بس الماتش الاهلي والزمالك ده. اتفضل. انت شايف يعني الماتش لما ككوره بقى، انت شفت الماتش ككوره، شايف ان اوسوريو بخطته دي هيعمل حاجه؟ لا، هو اسوريو انا شايف ان اسوريو مش فاهم. هو عنده طموح، فاهم، لكن هو مش فاهم. هو فاكر ان هو بيلعب وبيروح. بالظبط. هو فاكر ان هو عنده ساديو ماني قدام ومحمد صلاح في الناحيه الثانيه وبيجري.
وعنده فابينيو بقى بالظبط. هو بيلعب بالناس ديت، هو مش في دماغه حاجه، هو بيقول لك عايز العب زي مانشستر يونايتد. مانشستر سيتي. سيتي. طب هو بالنسبه له صباح الفل. هو مثلا الاعلى بيقول لك جوارديولا. طيب يعني هو الراجل جاي يحلم. انت مش ما خدتش بالك ان انت لما يقعد في نص الماتش كده يقوم قاعده جوارديولا ده جاي، ده واحد بيحلم، ده بيقولوا له الدنيا ماشيه ازاي، قالوا انتوا مش صحابي. يا عم احنا لو مرتبط صاحبي قال له انا ما حدش يقول لي انت رايح فين منين، انا اجازه 4 ايام. ما حدش يتصل بيا. لا شفت لما راح لعبد المنعم وهو بيسلم عليه قال له ده مش هسلم عليك عشان انت عملت الكوره كده. هو قاعد بيتفرج عليهم. هو قاعد لا وبعدين يمسك الكوره اي يعني مثلا الواد في واحد اسمه حاتم سكر. ايوه ده يا جدعان بقال. حاتم سكر بقال والله العظيم. حاتم سكر ده لسه ناشي يعني. يا عم ده لسه ناشي ايه، ده لسه كل حاجه، ده ما ينفعش يلعب بس كوره. انت برضو انت الفرقه كلها ما فيهاش غير زيزو بس. لا في فتوح. فتوح بيسقف كده. يعني فتوح بيسقف كويس. فتوح يلعبوا كوره قدامه ويسقف لكم، فاهم؟ فهو طب انت بتعمل ايه يا فتوح؟ يعني انت فتوح انت معانا يعني، فاهم؟ انت بتعمل ايه؟ والله العظيم. فلا لا 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 جامد قوي على فكره، ضحكني فشخ بالذات في الجون بقى اللي احنا جبناه الجول الرابع. هو عجبه. هو الجول اتلعب قدامه بسرعه وهو قاعد يتفرج عليهم، يعني هو كان واحد بيتفرج عليهم وعجبه جدا. ولا الكره اللي اتلعبت بالعرض على الشمال ورفع على صدها قال له يا ابن اللعيبه. لا وسوريو بيقول لك انا عايز ابقى زي مانشستر سيتي زي ما انت قلت. فالموضوع بالنسبه له لا، الراجل بيحلم واحنا عايشين الوهم. عارف انت كده اللي هو ايه، لما لا تيجي تديله مثلا انت كنت بتعمل ايه؟ انت ايه اللي انت عاوز تخش الاهلي والزمالك ده؟ انت حاطط شيكابالا. بس دي كانت باينه من قبليها على فكره. هو هقول لك على حاجه، الناس اتكلمت على الماتش، الناس اتكلمت على الزمالك قبل ماتش المقاولين. نزل ماتش المقاولين كسب 6-1 تمام. قالوا لك اسوريو جوارديولا وخطه المان سيتي. بالعكس بقى، اصل المقاولين وحش، المقاولين تمام. في ناس تانية طلعت عاقله من الزملكاويه برضه، زي وائل الألباني، زي الناس اللي هي لعبت كوره وفاهمه ومحترمه وعندها كلام بتقول كلام منطقي يعني، فاهم؟ قال لك الخطه دي قدام فرق كبيره ما تنفعش، يعني هتلعب الاهلي بالمنظر ده ما ينفعش، هتشيل كتير. ومش هو بس اللي قال كده، كذا حد يعني، عشان اسامي كتير فمش هقعد. بس طبعا خالد غندور والناس دي شايفه عكس ده تمام. فنزل الماتش الاهلي 1 2 3 فاتصدم. اتصدم من الموضوع، انت فاهم يعني. حتى انا في التوقعات بقول لك انا لو ما ادهمش ضربه جزاء الماتش ده يخلص 3-0 مستريح. وخلي بالك الزمالك يعني هو لما الجون الاولاني جه هم العيال لعبت، العيال نسيوا ان هو في جون يعني هم ده احنا بادئين ده فقدنا احنا طلعوا تاني. فما في. والواد يا عيني عبد المجيد دوت حسام عبد المجيد ده عم عبد المجيد ده انت عايز ايه؟ طب اقول لك على حاجه، انت شفت في البطوله الافريقيه مين في لعيب اسمه حسام عبد المجيد اصلا؟ محمد صبحي معلش، محمد صبحي في البطوله الافريقيه مع المنتخب الاولمبي يا ابني. ما كفايش انا اللي هو عامله ده يا ابني، ما فيش. ده مش لعيب كوره. الواد حاتم سكر ده بقال، ده يروح يشتغل في كشك. الواد التاني اللي بيلعب باك يمين من تحت ده كان مسلوسي ما كانش بيلعب مسلوسي. عمر جابر ده بطل الكوره من 10 سنين خد بالظبط. انا بحس ان هو بينزل يديلهم ميه، يديلهم حاجه، يقول لهم التعليمات اللي اتقالت له، اللي هو نازل ايه يا رجاله وبيلعب بدماغه ويقول لك مقاتل. يا ابني ما قاعدينه في بيراميدز من زمان. لعيبه الاهلي اول ما شافوا عمر جابر شتموه في الماتش. ليه؟ شتموه. فلعيبه الزمالك، جمهور الزمالك عمل ايه؟ شتم عمر جابر. والله ما شفتش الموضوع ده يا راجل، ده نزل يشتم من الجمهورين، من الماتش اللي فات ده؟ والله يشتم من جمهور الاهلي ومن جمهور الزمالك. وبعدين لا يا جدعان، الزمالك يعني بحس ان هم بيطلعوا كوره اوت كتير، بحس ان هم بيهربوا من الكوره. عارف ليه؟ عشان مفيش جمله. انا هطلع بالكوره من تحت ازاي؟ انت الكوره بتيجي لشيكابالا فانت لمسته حلو. حتى وبعدين ايه، معلش سؤال تاني، معلش ايه حته فتوح وزيزو بيلعبوا نص ملعب هنا دول؟ دي ايه؟ هو شايفهم مين طيب؟ يعني هو شايفهم مين في مانشستر سيتي مثلا؟
وهو شايف الجزيري ده مين في دي مانشستر سيتي؟ بروينا مثلا، زيزو دي بروينا. شايف مين شايف والتاني جوندوجان. مين التاني الجزيري؟ طب الجزيري مين؟ احمد فتوح هالاند مثلا او الجزيري؟ في او في الفودن مثلا. ايه ده؟ ايه ده انت رايح فين يا ابن الذين انت؟ لا والشيكابالا يبدا من اول الماتش. ده انت شيكابالا اصلا بتلعبه عشان يدي كده روح للناس. شيكابالا اصلا ما ينفعش يلعب كوره تاني. شيكابالا تعبان يا ابني. والله العظيم حرام اقسم بالله. شيكابالا تعبان. شيكابالا قبل الماتش يضرب الحجر، يروح داخل الماتش يا جدعان الكلام يا عن رجاله ايه؟ الدنيا فيها ايه؟ بالظبط. اتشتم اخر الماتش يقعد يشتم وياخد بعضه ويطلع يلعب مع جمهور الزمالك. انت يا ابني قائد يا ابني، انت يا ابني قائد وملهم للي حواليك دولت. المفروض يبقى الموضوع مختلف بالنسبه لك. ماشي، تعالى نروح بقى ايه الناحيه الثانيه. انا بس عندي فكره عايز اقولها. قول. انا نفسي يبيعوا الانديه المصريه، يخصصوا الانديه المصريه. ما هو الجماهير مالها الجماهير بقى؟ الجماهير نفسها تستمتع صح؟ انا همتعك يا باشا. انت محتاج كام نادي؟ محتاج 4-5 انديه. واحد لا يا زمالك، باشا، واحد هنا. الراجل ده عندنا 26 محافظه. الراجل ده عندنا اسمع بقى اسمع. انا بيها بقى براحتي. اسمعني، الراجل ده يوم مثلا ما دماغه يقول لك يا عم ايه مش طالبه صداع يقفل لي النادي ده او بيعه لي. لا ما هو انا في انت فاهم؟ دوله انت مش هيبقى ليك راي. لا الدوله ممكن يكون لها مثلا 49% مخصصات وهو 51%، ما فيش مشكله، ولا حق الاداره ولا الاستثمار. طب ما انا ناجح، انت عايز مني ايه؟ انت لا انت بيع ناديك، انت حر. انا ناجح، انا في ومرافع اسم مصر. انت متضايق معلش. مني؟ لا معلش، ما عشان يكون هو اللي معلش. رص الساعه ده خلي الكره المصريه تنهض. انا نفسي حبيبي انا اللي رافع اسم مصر، تنهض ايه؟ لا يا عم، رافع اسم مصر. تلعب مع مين اسم مصر؟ تلعب مع مين حواليك؟ افريقيا ايه؟ كاس العالم للانديه يعني ايه مين حواليك؟ بتعمل كاس العالم. ثانيه واحده بدي الهلال 4. لا. باخد تالت كاس عالم مرتين ورا بعض. صاعد 8 مرات، اكتر نادي صاعد في افريقيا وفي الوطن العربي كله والخليج النادي الاهلي، وهو وصل 9 مرات. لما تيجي تلعب ريال مدريد ايه اللي بيحصل لك؟ هو انت مطلوب مني اكسب ريال مدريد؟ لا، مطلوب منك انت تبقى زيها. لما يبقى معايا الفلوس بتاعتها يبقى اطلب مني. حلو قوي. الفلوس دي هتجيبك منين؟ الدوله تديك؟ لا مش هتديك فلوس. مش عايزين نديك فلوس. احنا بقى عايزين نديك فلوس. ده يبقى مستثمر بقى. الاستثمار، الراجل النهارده يجي مستثمر يشتري النادي ويبيع اللعيبه ويشتري. وليه يشتري النادي؟ ما انت ممكن تستثمر من غير ما تشتري النادي. طب انا اصل واحد نادي زي نادي الزمالك ده مالوش رقيب ولا حسيب كده والدنيا متسابه لا حقيقه. انتوا ده حقيقه. انا النهارده انتوا موضوعكم موضوع تاني. ما هي ده التوجه اللي انا فيه. ما انا النهارده شايف نادي عمال يعني فين فلوسه، فين صفقاته، فين دنيته، نادي فين استثماراته. مش شايف حاجه. يعني شايف ان في هيصه ودوشه وزنبليطه وجعجعه على الفاضي. طب فين الاستاد اللي كان هيتعمل من 50 سنه؟ فين النهارده البطولات اللي انت حققتها؟ فين الانجازات اللي انت عملتها؟ عملت انجازات انشائيه جميل جدا. مصر كلها بتنهض بالانشاءات اللي موجوده فيها. وفي انشاءات بتحصل على ارض الواقع في النادي الاهلي، وفي فروع بتتفتح للنادي الاهلي. ايه الفرق بينك وبين الاهلي؟ تقول لي الدوله بتساند مين؟ الدوله بتساند مين؟ الدوله لو فبتساندك انت. فاهم؟ الا انك انت مش قادر تقيم برضو. اول زملكاوي اتكلم معايا وقال لي الجمله دي عم. لا ده حقيقه. ده اصل ده واقع. ولازم انا النهارده كمشجع لنادي الزمالك، انا النهارده في ماتش الزمالك ما اتفرجش عليه. ماتش الاهلي والزمالك عارف ان احنا هنخسر. البطوله العربيه اللي جايه ديت يعني. انا لسه هسألك بقى، استنى قبل ما تدخل. استنى قبل ما تنقل. انا لسه كنت هروح عند الحوار ده. انت دلوقتي المفروض بتجيب محمود علاء، او جبت محمود علاء وجبت احمد عيد ومحمود حماده ومحمود حماده واوباما والواد اللي هو ناصر منسي. ما ده احنا ناقصنا سامح العيدروس. سموحه بتلعب والله العظيم. سامح العيدروس سموحه بتلعب. فاكره انا كان بيلعب ما تاخد كره طلعها بره. تحس ان المدرب بيقول العب قدام هنا هتروحش هناك. انت بقى شايف الزمالك في البطوله العربيه هيبقى شكله عامل ازاي؟ هيبقى شكله سيء جدا. يعني هيصعد لا بالعكس. دور مجموعات ولا مش هيصعد؟ لا بالعكس، ده هيبقى اضحوكه المجموعه. ده انت هياكلوا عليها شو حلاوه. خلي بالك لعيبه الزمالك رايحه اصلا مش جايين، ما عندهمش الدافع ان هم يكسبوا، لان هم جايين اللي ليه فلوس واللي عليه فلوس واللي نفسه يجدد واللي راح الاهلي اصلا وعارف انت، وناس قاعده مترقبه وفي مفاوضات وزيزو قاعد الناس رايحه اصلا تعبانه. ده اولا نفسيا. فهيروحوا هناك يقعدوا مع سوري عمل لهم كده مانشستر سيتي
وطبعا هيتكلم اجنبي والتاني بيترجم، فاللعيبه هتصدع. ده اولا يعني اللعيبه هتصدع، فيجي ينزل الملعب كله هيلعب بمزاجه بقى. خلاص ما انت عملنا اتدربنا وانت قلت لحضرتك فاعمل اللي انا عايزه بقى. فينزلوا يلعبوا بمزاجهم اهو راح شايلين. معلش خط نص مين خط نص؟ انت اول ماتش مع الاتحاد المنستيري، أول. لا اول ماتش مع الاتحاد المنستيري التونسي اللي الاهلي كسبه في اول البطوله الافريقيه دي، انتوا قعدتوا تقولوا عليه ايه ده الاتحاد المنستيري ده، وهو كان تاني الدوري التونسي. هتلاقي بقى فرصه تتفرج على الماتش اللي جاي ده. اول ماتش للزمالك هو اللي هيحدد شكل الزمالك في البطوله. اول ماتش للزمالك ده الزمالك يشوف 4. محمد صبحي اي حد هيشوط عليه هيجيب في جول. ليه؟ محمد صبحي عمل له عمل له سحر اصلا، فهو رايح السعوديه ممكن يتفك هناك عشان هناك في كعبه وفي دنيا، وممكن ما يفكش فاهم. فهيخش في جون يقول له مستشار، هيقول له انت يا ابني ما عملتش ايه وبتاع. انت شفت مرتضى بيقول لاحمد، بيقول له اصل احمد الشناوي برضو كان عليه عمل، وكان هو نفسه قال لي لما كان بيقف جون لما شلنا 5 من الوداد. اللي هو انت النهارده لعيب رايح يا باشا، يعني يوم ما يتكعبل بالكوره وهو ماشي هيقول للراجل ان هو عمل له عمل. بس والراجل هيصدقه فاهم. فالموضوع والتاني راح جايبين واحد بيغني كاسي كاسي. لسه كنت هسألك عليه حالا والله. كاسي وكاس العالم وحشنا كاس العالم، وبيقول لك الاداره الكويتي هيفك السحر. يا جدعان يا جدعان لا الموضوع يبيعوا النادي ارجوكم، بيعوا النادي وانقذوا الجماهير دي. اصل احنا هنشجع بيراميدز بعد كده بس، او ممكن نشجع الاهلي بالمناسبه فاهم. فهو لا لازم يوجدوا حل وحل جذري. يتقعد مع مرتضى منصور كده باشا ريح خلاص. الشباب مكتب بابا اولى بيكم. يعمل بقى انتخابات اوكي، عايز يعين ناس يعين اوكي، يصلح بس لحد ما يشوف بقى اللجنه الفنيه دي فين الفلوس اللي راحت، فين الفلوس اللي جت، فين الحجز اللي على الارصده، مين ليه فلوس، مين عليه فلوس. تخيل كده، تخيل معايا سيبك من الكلام ده بقى دوشه، تعال نهدى شويه. تخيل مثلا رئيس النادي حسن شحاته، تعال نتخيل مثلا ايه اللي ممكن يحصل، ايه اللي ممكن يعمله، او ايه اللي ممكن الدنيا تبقى عامله ازاي. احنا مش عايزين حد بعقلية الزمالك للاسف. عارف انا عندي انا ممكن اقول حاجه، طاهر ابو زيد لو مسك نادي الزمالك هيخليه في حته ثانيه خالص. الزمالك وعقليات الزمالك فكره ان انت مركز تاني دي صعبه، يعني انت لما تبقى مولود انت مركز تاني، فانا كرئيس نادي فانا جاي اعمل ايه؟ احافظ على المركز الثاني فاهم. فممكن يطلعوا مره سادس محدش بيتكلم، يطلعوا مره ثالث محدش يتكلم، يطلعوا في موسم متشوحين ومفيش بطولات محدش يتكلم، يطلعوا في ماتش واخدين 6 محدش يتكلم فاهم. ويصدر لك دايما نظريه المؤامره وبتاع. فهو انا بعقليه الزمالك لا مش عايز واحد بعقليه الزمالك. ميدو ممكن، حازم امام ممكن. ليه؟ لان دول عايزين يبقوا رقم 1، ما عندوش فكره ان هو يحافظ على مركز تاني. ممكن يبقى عايز يبقى رقم 1 يوصل رقم 10 بس ما هو عنده فكره ان هو عايز. بس انت مش فاهمني. انت يعني ميدو لما مسك الزمالك اخر مره كان مخليه ايه؟ كان مخليه المركز قبل الاخير. دجله ما قعد يقول لك انا عندي اجمد لعيبه خبط دجله ما وانا صاعد من اسماعيل راح ربنا وشربه وعمل زي الواد اللي اسمه ايه قمر شلبي ده اللي اسمه ايه، واحنا اخر الدوري راح رمى الازاز في الارض. يا ميدو مالك ايه؟ بقول لك ايه، انا عايز انا بكلمك في ايه عشان انت مش فاهمني لسه، مش واصلك. دلوقتي انت جبت حازم او ميدو، حازم وميدو هيبقى في ألاعيب وهيبقى في حوارات وشغل علاقات في اتحاد الكوره وشغل. انما مثلا لو جبت مثلا، سيبني اكمل بس، اتفضل. جبت حسن شحاته وفجأة بقى حسن شحاته والخطيب بيقعدوا في مؤتمرات وفي علاقات حلوه وبقت في الدنيا جميله وبتاع، وبقى ينفع مثلا تاخد لاعب من عندي وانا اخد. ما ينفعش برضه لا ايه المشكله؟ لا ما ده كان بيحصل زمان على فكره. لا بص على حاجه، فكره التشجيع قايمه على فكره المنافسه. تمام. فلازم اكون منافسك، لازم ابقى ندي ليك وقوي ليك، احترمك طبعا في وراسك، تحترمني طبعا، ده حاجه مهمه جدا، لازم اكون ند. ما انا قصدي يعني بس مش لدرجه ان انا فانا مش انا عايز الزمالك بس العلاقه هتبقى حلوه. احنا عندنا مشكله برضو كبيره، مش هنرخم عليكم يعني مش فاهم؟ مشكلتنا يعني احنا مثلا مش كده مش انت حل كده. انت عارف كام قضيه مرفوعه
ما هي مشكلتنا مش هتتحل كده. عارف اللي انت بتحلم بيه ده اللي هو يا بقى لو حسن شحاته يقعد مع الخطيب والدنيا تبقى الزمالك بقى يرجع. ايوه يبقى مجلس الاداره مثلا حازم امام واحمد سليمان ومش عارف مين وحلمي طولان، الناس اللي هي فاهمه كوره دي ولعبت كوره وعندها مبادئ ومحترمه. هتغير اكيد من منظومه طبعا. انت واحد داير كل الكلام ده هو واثنين، وواحد منهم اصلا انا زي بابا بالظبط، والتاني مع التلامه خالص يرفع ويعدي الدنيا جايه. لا الموضوع لا 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 محتاجين طفره. اتمنى ان الناس تشوف الموضوع بتاع حل اللي هو مش حل مجالس الادارات، لا هو بيع الانديه بقى، يبيع الانديه يدخل. انا الكلام اللي انت بتقوله ده انا مش موافق عليه بصراحه كاهلاوي، كواحد اهلاوي. انا ما طب بحبش ليه يا ان عم؟ النادي بتاعي يبقى ملك شخص. طب ما انت بتشجع ليفربول، بتشجع ريال مدريد، دي حاجه تانية. عشان مثلا محمد صلاح، عشان انا بشجعت ريال مدريد عشان انا كنت بحب رونالدو وكارلوس وبتاع. لا انت كده عندك الفكره بقى اللي عندك دي فكره صعبه جدا. يعني ايه كده ما بتشجعش كوره؟ يعني ايه كده بتشجع انت نفسك شجعت الزمالك عشان حسام وابراهيم. ايوه طب ايه بقى ما بشجعش الكوره ازاي؟ لا انت كده انا عايز اقول لك ان انت فكره التشجيع بتاعتك قايمه على ان مين يملك الكيان. مش ايوه يا ابني، ايوه ده كيان. انا مش بص هفهمك على حاجه. انا دلوقتي النادي ده، انت دلوقتي اهلاوي، انت راجل اهلاوي تمام، والنادي بتاعك شايفه زي الفل وماشي واخد بطولات وزعيم افريقيا والدنيا تمام. يجي واحد يمشي لي الدنيا على مزاجه؟ لا، النادي ده بتاعي انا اللي اقول رايي. النادي بيمشي عندنا هي في الاهلي، معلش عشان بقول عندنا دي، بس هو راينا هو اللي بيمشي غالبا 90 يعني 70 80% من اللي بيدور بيبقى ده راي الجماهير. ايوه انت بتتكلم هنا بفكره ثانيه خالص بقى. يعني انت بص العقليه اصلا انت بقى عندك اول ما بتطلعوا تقولوا له مش عارف ايه بيقوم شاتمك انت وامك. ايوه ده بسم الله الرحمن الرحيم كده. انت فاهم؟ طب طب ماشي، هو ما بيعملش بقى اللي انت بتقول عليه وبيقوم معاند معاك وعامل بقى اللي في دماغه هو وهو انا كده. ولو انت يعني لو هو اتشال يرفع قضيه وقضيه تجر قضيه وقضيه تجر قضيه وفي الاخر خالص نكتشف ان النادي معمول له عنه. بس هو بقى هنا عشان ما نطولش على الناس، عشان حسيت على كده طولنا قوي. انا اسف جدا. يا رب تكون الدردشه عجبتكم وصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. واللي مش مشترك في القناه يشترك في القناه واعملوا لنا لايك كده ومسوا علينا كده. كده زود دي يعني في قشطه عليكم.